السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. بالنسبه لهذا الفيديو اخواني اخواتي، كما كتعرفون دائما كنهضر على المتقاعدين وعلى المتقاعدات المغاربه. الموضوع ديال هذا الفيديو ان شاء الله بالنسبه لدوك الناس اللي كانوا كيطلبوا الاعفاء من الضرائب، شنو وقع لهم من بعد فاش تعفاو من هذيك الضرائب، وكاين بعض المعلومات اخرى في هذا الفيديو ان شاء الله. وبقاو معايا حتى النهايه. اخواني اخواتي المتقاعدين والمتقاعدات، كنت نزلت واحد الفيديو من قبل وهضرت فيه على الزيادة في المعاش والامتيازات اللي خصها تكون للمتقاعدين، ولكن كان كيجيو شي تعاليق من هاد بعض الإخوان تيقول لا، خصك تهضر لنا على الإعفاء ديال الضرائب. كنت كنقول أنا بأن دوك الضرائب بالنسبة للمتقاعدين اللي عندهم واحد المعاش هزيل، هادوك راهم اللي خصهم زيادة في المعاش. أما بالنسبة اللي كيطلب الإعفاء من الضريبة راه عنده واحد المعاش الحمد لله، ربي يزيدو من الخير ديالو ويسهل على الجميع. كان عندهم واحد المعاش شوية طالع مزيان، أحسن من هذاك اللي عنده مثلا أقل من 2000 درهم ولا أقل من 3000 درهم في المعاش ديالو. ولكن المفاجأة اللي كاين من هذه الحكومة هي بأن الإخوة اللي كانوا كيطالبوا الإعفاء من الضريبة، هما في هذا الشهر هذا جاتهم داك الإعفاء ديال 50% ديال أول 2025، والبقية غتبقى حتى 2026. ولكن كنشوف هاد الإخوان اللي كانوا كيطالبوا داك الإعفاء كيكتبوا واحد التعاليق وكيعلقوا على الحكومة وكيبكيو لأن هذاك الإعفاء راه ماشي زيادة في المعاش، هذاك واحد التعويض كيعوضوه لكم على ديك الضريبة اللي كانوا كيقطعوها لكم على حساب النسبة المئوية ديالكم اللي كنتو كتخلصوا في العام ولا. وكاين اللي ما جاه والو، وكاين اللي جاتو شي حاجة قليلة، وكاين اللي الناس راه في حالة كلشي كيبكي كلشي كيغوت. غنقرا عليكم بعض التعليق ديال هذوك الإخوان شنو كيقولوا في هذاك الإعفاء ديال الضريبة. لأن راه الضريبة إخواني أخواتي راه ماشي زيادة في المعاش. راه كاين اللي تيقولك الزيادة في المعاش، راه ماشي الزيادة في المعاش هذيك. الزيادة في المعاش راه خصنا 2000 درهم وكثر من 2000 درهم اللي خاصنا تزادنا في المعاش ديالنا. راه ماشي 10 دراهم ولا 20 درهم ولا 50 درهم كاع ولا حتى 200 درهم كاع، راه ماشي هي شي حاجة كبيرة. هنا غادي نقرا لكم واحد التعليق ديال دوك الناس اللي تعفاو من الضريبة. هنا تيقول لك واحد التعليق: إهانة الحكومة للمتقاعدين المغفلين بزيادة أو إعفاء ضريبي مقابل دوبل زيرو درهم. هذه هي نتيجة ومخرجات حكومة المونديال، وما زال عاد، لكن عند الله نختصم جميعا وهو الرزاق المتين. هنا واحد التعليق آخر تيقول لك 0 درهم زيادة خوارزمية في معاش المتقاعد، شكرا للحكومة والنقابات على اهتمامهم بالمتقاعدين المسنين. هادو إخواني الناس اللي مشاو شافوا المعاش ديالهم اللي دخل لهم في هذا الشهر هذا راه ما لقاو حتى شي حاجة، وكاين اللي لقى شي حاجة. وكاين واحد التعليق تيقول لك هذا الضحك على الدخون. وهنا واحد آخر كيقول لك هذا الطنز. وهنا واحد آخر تيقول لك الزيادة درهم واحد، والله تما والله. هنا إخواني أخواتي أنا ملي قريت هذا الشيء هذا أنا بديت كنستغرب بأن كيفاش هذا الشيء هذا. الناس كانوا كيتسناو الإعفاء من الضريبة وغتزاد لهم شي حاجة مزيانة وغتطلع لهم شي حاجة في المعاش ديالهم، ولكن للأسف لأن راه كاين بزاف ديال التعليق يا إخواني أخواتي. هنا راه بزاف ديال هنا واحد التعليق تيقول لك 2 فرانك. هنا واحد كيقول لك خدمة نقية، هذا قالب زوين. فهمتي اخواني اخواتي، راه بزاف ديال الناس كيتشكاو من هذا الشيء هذا. واحد كيقول لك يا ربي شكينا لك فلا تردنا خائبين، اللهم خذ لنا حقنا ممن ظلمونا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لك الله يا متقاعد. هذا غير واحد فكره بغيت نقولها لكم على حسب دوك الناس اللي كانوا كيطلبوا الاعفاء من الضريبه. كانوا تيقولوا في التعليق لا، خصك تهضرنا على الاعفاء ديال الضريبه، ما تهضرناش على الزياده في المعاش. ولكن بالنسبه لهاد الناس هادو مزيان فتحوا لنا هاد الحكومه وفرشوا هاد الحكومه على الوعود ديالها اللي كتوعد الناس وكتقول لهم بان غنعفيو عليكم وغادي نعطيوكم وغادي ندير لكم. راه كاين بعض الناس راه كانوا كيقطعوا لهم واحد العدد كثير، ولكن في التعويض ديالهم كما شفتوا راه ما كاين حتى شي حاجه.
0 درهم. كاين بعض الناس راه قال لك 24 درهم، واحد قال لك 10 دراهم، واحد قال لك 50 درهم، 71 درهم، الاكثر كاع 200 درهم. هذا راه ماشي تعويض وماشي زياده وماشي، ما عنده حتى شي علاقه بالطلب اللي كيطالبوا المتقاعدين. اخواني اخواتي، حنا راه كنطالبوا 2000 درهم في المعاش ديال المتقاعد كيف ما بغى يكون، لا سواء عنده المعاش ديالو كبير اولا المعاش ديالو قليل ولا شي حاجه، كنطالبوا يكون كلشي سوا بحال بحال، ما كاينش الفرق ما بين هذا وهذا. حنا متقاعدين كاملين، لا مدني ولا عسكري ولا كيف ما بغى يكون، راه نفس الحاله عشناها في السنوات ديال الشباب ديالنا وديال الايام اللي دوزناها في الحياه ديالنا، في اخر ايامنا فاش كبرنا وشرفنا لحونا للتوش كما تنقولوا، ما بقاش عندنا لا قيمه ولا حتى شي حاجه. ولهذا اخواني خواتي بغيت نوصل لكم واحد المعلومه بان راه كاين واحد الخرجه وواحد الوقفه احتجاجيه نهار 23 في هذا الشهر هذا اللي هو شهر يناير 2025، كذلك في البرلمان في الرباط. وراه كيفكروا باش غادي يخرجوا واحد النظام لهذه الخرجات، بين غيكونوا في المغرب كاملين ان شاء الله، في جميع المدن المغربيه غادي يكونوا هذه الوقفات، اما نوقفوا قدام الولايات ولا نوقفوا قدام الادارات اللي متابعين لهذا الشيء ديال النقابات. هذا هو اخواني اخواتي، لابد من النضال ولابد من الخرجات، ما نوقفوش وما نسكتوش، لان راه الكلام ديالنا وهاد الخرج اللي كنخرجوا راه حتى واحد ما كيسمعها وحتى واحد ما كيشوفها وحتى واحد ما كيديها فيها. ولهذا لابد من النضال ولابد من الخرجات ولابد من الشارع هو الاهم، لان راه واخا كنهضروا في هذه المواقع واخا كنوصلوا الهضره ديالنا راه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا. وكنتمناو بان هاد الناس اللي هما كيديروا هاد الخرجات وكيطلبوا لنا باش نخرجوا باش نديروا الوقفات هذا، لابد راه خصهم يوصلوا هذا الميساج على حق وطريقو لهاد الناس المسؤولين وهاد الناس اللي هما في الحكومه، لان هذوك الناس هما اللي كيفتحوا لنا الباب مع ديك الحكومه وكيتشاوروا معاهم وكيتحاوروا معاهم. حنا كنكونوا بعاد ما كنعرفوش شنو كيوقع بيناتهم وعلى من كيتذاكروا وعلى من كيتحاوروا. ولهذا خصنا لابد يكون واحد الحوار اللي هو حوار حقيقي، ويكون واحد الحوار اللي غتسمعوا الحكومه وتسمع للناس والمطالب ديال الناس. هذا ما كنتمنى اخواني اخواتي. ما بغيتش نطول عليكم بزاف، بغيت كنوصل لكم هذه الفكره ديال الضرائب اللي كانوا الناس كيبكيو وكيتشكاو بانهم بصح يديروا الضرائب، ها هما الضرائب تحيدوا، ولكن راه ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء. وراه كاين بعض المعلومات اخرى على الصندوق، ولكن في واحد الفيديو اخر ان شاء الله من دابا واحد اليومين غادي نوصل لكم هذيك المعلومه على داك الصندوق، شنو واقع فيه وشنو غادي يوقع فيه من هنا الفوق ان شاء الله. وكنتمنى التوفيق للجميع. هذا هو اخواني اخواتي، الى اللقاء، مع السلامه.